الترجي يفوز وهذا اللي كان مطلوب. اولا مبروك هشام، مبروك كابتن طارق على هذا الفوز. صحيح احتفالات المئويه حلوة تكون على اتمها بعد هذا الفوز. الجماهير ما حضرتش اليوم، هي حاضره خارج مهما كان الانتصار يحلي الاحتفالات مهما كان. اليوم صحيح اليوم ظروف صعبه للترجي، رغم ذلك تغلب على الصعوبات بدون جمهور، ملعب سيء، الصعوبات الاجواء، لكن دخل بجديه في هذه المباراه. هناك 3 مكاسب لهذا الفريق اليوم للترجي. اليوم اولا اخذ 3 نقاط، ثانيا خرج بدون اصابات وبدون كروت، وثالثا كسب لاعب جيد وهو حمدو، اللاعب الهوني، حمدو الهوني. 3 مكاسب، لذلك فالحصيله ايجابيه بالنسبه للترجي اليوم. وكأن الترجي في الشوط الثاني يعني تعود على أرضية، لأنه في الشوط الثاني أفضل. أحسن. لماذا أفضل؟ أولا سرعة التمرير، الاحتفاظ بالكرة، واللاعبين حامل الكرة يلقى الحلول. هناك تحركات بدون كرة، شاهدنا عمليات جيدة في الشوط الثاني، يعني كان ممكن عنده إمكانية بيسجل أهداف أخرى، خصوصا عن طريق اللاعب حمدو الهوني. قدم شوط ثاني كبير اللاعب هذا، وأعتقد أن مشروع لاعب هام جدا اللاعب هذا الليبي، أدخل حيوية في الفريق، شاهدناه معناتها انسجم بسرعة مع المهاجمين خصوصا مع الخنيسي، وكاد أن يسجل. هام جدا أن الترجي لم يخطئ في الدفاع اليوم، صحيح لم يخطئ برا، لكن لم يخطئ في الدفاع، ما تسجلوش أهداف. أنا أقول قدم مباراة جيدة مقارنة بمعناتها الأرضية اللي كانت سيئة. لاعبين معناتها شاهدنا الاستحواذ على الكرة، شاهدنا السيطرة في وسط الميدان، شاهدنا العمليات، تغيير المراكز، ولهذا أعتقد أن الترجي يستحق الفوز، ونتيجة طيبة ونتيجة مطمئنة بالنسبة للترجي، خصوصا مقارنة بالمباراة الأخيرة اللي لعبها ضد فريق كرة كريم. الليبي بصراحة لاعب هام، لاعب هام جدا، لاعب هام جدا. أولا سريع، مراوغ، ثم يلعب في الوقت المناسب، يلعب جوست فريسي جوست، مش تلعب جوست مو سهل، في الوقت المناسب، يمرر في الوقت المناسب. شاهدنا الكره اللي بالقدم اللي حضرها للخنيسي، شاهدنا المراوغات نتاعو، شاهدنا تغيير المراكز، تغيير المركز، هي ذكي في التمركز نتاعو، يدخل في وسط الميدان، يدخل كمهاجم ثاني، رغم ان المباراه الاولى رغم انه ما تدربش مع الترجي الا يومين، ولهذا اعتقد ان لاعب ان شاء الله يعطيه اكثر فرص، لانه من اللاعبين اللي ممكن الترجي سيعتمد عليهم في معناتها السنوات القادمه. نشوفوا العمليه هذه تمريره في الوقت المناسب، ركز، شوفوا مشى معناتها ثبت المدافع ثم مرر للاعب الخنيسي، ونشوف العمليه هذه الثانيه ممتازه العمليه. تفضل. بعد اذنك طارق، نعود الى الملعب الاولمبي بالمنزه، والزميل نافع بن عاشور معه مدرب الترجي معين شعباني. طبعا مبروك معين بهذا الانتصار وبهذه الانطلاقه الحقيقيه للترجي في الشامبيونز ليج. تفضل نافع. شكرا هشام. معين مبروك، انتصار مهم، 3 نقاط ثمينة. كان هذا هدف الترجي، حامل اللقب، أولى انتصاراته، 4 نقاط الآن. الترجي مهما كانت نتيجة المباراة توريا وكذلك أورلاندو بايرتس في الصدارة، وهذا مهم في مباراة ما كانت سهلة. طبعا منافس متكتل دفاعيا، الأرض اليوم في غياب الجمهور، يعني مباراة كانت حساسة، والمهم 3 نقاط. معين يبدو لي صحيح. تعرف نافع وقت اللي يكون اول مباراة تلعبها خارج ميدانك وتفوز بنقطة، أول هدف عندك في تلعب في ميدانك لازم يكونوا 3 نقاط. اليوم شفنا منافس اللي كان متكتل دفاعيا الحقيقة، ولكن يمكن فما عوامل أخرين، يمكن أرضية الملعب ماهيش بالصورة الطيبة اللي نشوفوها يمكن من بعيد، لكن الأرضية كانت ترزينا شوية. غياب الجمهور زاد بالطبيعة، ولو أنه حفزنا معناها اللاعبين وكانوا متحفزين وكانوا حاضرين. كنا نعرفوا اللي الفريق هذا عنده معناها خاصية نتاع الكونتر اتاك، كنا حاضرين الهجمة المرتدة، ما خليناهمش معناها، ما خليناش المساحات، اللاعبين الكل يكونوا موجودين، لأنه المسابقات كثيرة. احنا في العادة من شهر جانفي، من شهر 1 حتى شهر 6 يكون عندنا
معناها مباريات البطوله زيدهم عندك معناها كم هائل وكبير. هم تعبهم المهاجمين لانهم يقوموا بالدور الدفاعي والدور الهجومي والاحتكاك مع المدافعين اكثر. لذا لازم يكون عندنا معناها لي دوبلور معناها اللاعبين الاحتياطيين اللي يستحقوهم كل ما يلزم. الفريق يحتاج لمدافع معين؟ الحقيقة عندنا 6 مدافعين. المدافعين اللي عندهم معناها تشوف شمس وخليل ومحمد علي اليعقوبي وعلي المشاني وايمن محمود وعفيف جبالي اللي شاب طالع ان شاء الله. عندنا 6. الدفاع راهو المنظومه ماهوش المدافعين، المنظومه الدفاعيه الكل كي تشتغل مليح الحمد لله. المباريات اللي فارتين الكل ابار في حريه يظل يقبلنا هدف، ولكن قاعدين ننتصروا من غير ما نقبلوا، مخافين برشا الضغط على الحارس نتاعنا، وحتى كان نستحقوه يكون موجود، وباذن الله ان شاء الله المنظومه كامله دفاعيا تمشي كما ينجم. شكرا لك معين شعباني. هشام تبقى معايا. طه ياسين الخنيسي طبعا بسرعه قبل المؤتمر الصحفي. طه ياسين الخنيسي الذي يعود للتهديف، الترجي بطل. ياسين الخنيسي في النسخه قبل السابقه كان هداف، صام على التهديف في الشامبيونز ليج في النسخه الماضيه، والان اول انتصار وثنائيه. مبروك الفوز، مبروك العوده للتهديف. ياسين ما كانت سهله لما يكون هداف يسيم في مسابقه، لكن ربما اللي عوضك هو تتويج الموسم الماضي والسنه بديتها بقوه. صحيح. اول حاجه الحمد لله يا ربي معناتها على زوز اهداف وعلى الانتصار. عم ناول معناتها يمكن ما كانتش من التسجيل، معناتها الناس الكل تعرف. عطيت اسيست عطيت اسيست، مي فما برشا حاجات ما نحبش نرجع لهم. دونك توا معناتها ديما فسخ وعاود عندنا تشامبيونز ليغ هذايا اللي توفى في جوان، لازم نحضروا له كما يلزم. واحد ديما يخدم على روحه باش يعاون اصحابه، وفي الاخر معناتها مش المفيد بمركي ياسين، المفيد ترجي تربح، وهذاك معناتها احنا الناس الكل نخموا في مصلحه واحده اللي هي مصلحه الترجي التونسي. الاماكن صارت غاليه في الترجي، كنت نحكي مع معين على الانتدابات، لانه صارت فما تنافس، وهذا هي الممتاز ربما. والله صحيح، من قبل فما تنافس، زيد مع الانتدابات معناتها الاماكن ولات غاليه برشا. كيما حكيت لك معناتها احنا الكل معناتها خموا لمصلحه الجروب، مش مشكل اللي يغيب، المشكل الحاضر. ان شاء الله معناتها الحاضر هو اللي يكون معوض اللي باش يغيب، ويكون علاش لا يكون خير. وكما حكيت لك الناس كل نخموا المصلحه واحده اللي هي معناتها ربح الترجي التونسي. شكرا ياسين، وبرافو ياسين. طبعا ثنائيه قاد الترجي لاول انتصاراته في الشامبيونز ليج لحامل اللقب. هشام لك الخط. شكرا لنافع بن عاشور. طبعا كل هذه الانتدابات ممتازه ورائعه بالنسبه للترجي، لكن هؤلاء لازمهم ارضيه ميدان، لازمهم العشب ممتاز، لازمهم الأرضية تتماشى مع هذه القيمة الكروية الموجودة في الوقت الحاضر، سواء كان في الترجي أو غير الترجي. إذا تأتي بلاعبين كبار وتأتي بلاعبين عندهم قيمة لازمهم عشب. وأعود مرة أخرى لأنه ما شاهدناه غير معقول، وأنه في سنة 2019 الكرة التونسية تلعب على أرضية مثل هذه، أمام انتدابات وأمام مصاريف باهظة. إذا الترجي يصرف كثير من شان يجيب لاعبين كبار ولاعبين عندهم قيمة، فلازمهم على شو يلعبوا، على شو لازمهم عشب يلعبوا عليه. فمرة أخرى أسمح لي نفسي، وهذا شيء عادي، وأنه إن شاء الله نتمنى على سلطة الإشراف ونتمنى على المسؤولين أن يستفيقوا وتكون في استفاقة حقيقية بالنسبة لهذا الموضوع الحساس والمهم جدا في 2019. بشو ممكن أن ننهي، أو في إضافة حول هذه المباراة أو شيء ثاني فيما يتعلق بالترجي أو بلاتينيوم من زيمبابوي؟ ترجي نقول 4 نقاط، تصدر، عنده مباراة قادمة ضد أورلاندو بيرات في الأسبوع القادم. هناك كثير من